مخترعو المستقبل نشاط مشترك بين جامعة السليمانية التقنية، جامعة جيهان السليمانية وجمعية طلبة كردستان. يمكن لطلاب وخريجي الكليات والمعاهد تقديم أفكار مشاريعهم المبتكرة، بحيث تصبح هذه المشاريع واقعاً ملموساً، وتنقل ابتكارات الطلاب والخريجين إلى أصحاب العمل والشركات والقطاعين العام والخاص. ستكون هذه الفعالية بمثابة جسر بين الجامعات وسوق العمل في إقليم كردستان. الأقسام: القطاعات العلمية المرشحة لتقديم المشاريع: العلوم الطبية والصحية، الهندسة، علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، العلوم الزراعية، التصميم الجرافيكي والإعلام، العلوم الإدارية والإنسانية. شروط وأحكام تقديم المشاريع: أن يكون المشروع مبتكراً ويحل مشكلة. لا يوجد شرط لأعمار المشتركين. يمكن تقديم المشروع فردياً أو جماعياً. أن يكون صاحب المشروع طالباً أو خريجاً من إحدى جامعات إقليم كردستان والعراق. أن يكون المشروع أو النموذج مبتكراً ومملوكاً للمتقدم أو المجموعة. أن يكون سهل التنفيذ والممارسة. أن يكون قادراً على خدمة القطاعين العام والخاص. لن يتم قبول أي مشاريع باسم الشركات والمؤسسات التجارية. يتم تقديم أفكار المشاريع في الفترة من 7 نيسان إلى 7 آيار. بتاريخ 10 آيار 2025 يتم الرد على أفكار المشاريع المعتمدة. من 10 آيار إلى 10 تموز يتم إرسال نماذج المشروع للتقييم النهائي. في الأول من شهر آب 2025 سوف يتم الرد على نماذج المشروع المعتمدة.